اهلا بيكم في قناه طبخه وفكره. النهارده جبت لكم طريقه فراخ او وراك محشيه ان شاء الله هتعجبكم. بس لاول مره تشوفوني انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعموني باللايك والشير تشجعوني. دلوقتي عندنا الوركين او على حسب الحجم اللي انت عايزاه، يعني بتجيبي الوركين كده وبتبداي تغسليهم بميه وليمون وملح، بتحطي في محلول نقع يعني، وترش عليهم فلفل اسود. وهنا بقى الحشو بتاعهم، ده هو اللي هيبقى احلى من الفراخ نفسها، ده اللي هتغمسي بيه تاكلي بيه رز عيش، هو ده اللي هتعشقيه. يعني بتفرمي بصلتين 3 كده مع قرن فلفل اخضر مع قرن فلفل احمر، وتعصري عليهم نص ليمونه عشان يديك المزازه، وفلفل اسود وشويه كمون وشويه بهارات فراخ. ماشي، وبتقلبيهم كلهم في بعض كده الميكس زي ما انت شايفه كده. وبعدين بتبداي تمسكي الوراك كده، بترفعي الجلد بتاعها وبتحشيه زي ما تكون بتحشي حمام. ماشي، بتحشي الحشو، تفضلي تحشي كده لحد بصي بتدخلي بايديكي كده، لحد ما تحشي الورك كله. بصي بتدخلي بايديكي في الجوانب كده. الحشوه دي مش قادره اقول لكم يا جماعه، بهاريس كده ان شاء الله هتنزل في الوصفه كده من تحت مع الخضار اللي هنعمله، هتبقى احلى من الفراخ نفسها. طبعا دي صينيه وراك بالخضار، بتجيبي بقى بطاطس وطماطم وفلفل اخضر، وعندك كوسه، عندك اي حاجه، بتبهريهم وبتحطي الوراك فوقيهم وبتسويهم بيبقوا زي الفل. بصي بتحشي، تفضلي تدخلي كده. ما تنسيش نص عصره الليمون على الحشوه اللي انت شايفاها دي اهي. نص الليمونه ده بيدي مزازه كده وبيدي طعامه كده للاكل. وما تكتريش منكهات كتير او بهارات كتير عشان ما تضيعيش طعم الفراخ. بصي اهي من جوه الفلفل الاحمر والاخضر مع بعض اهو، مدي ميكس جميل مع البصل. ماشي، هنا بقى في صينيه مقاس صغير زي ما انت شايفه كده على حسب الحجم، بتبداي بقى تحط الخضار بتاعك. دي البطاطس، تعملي طبقه بطاطس. لو عندك كوسه لو عندك جزر بتزودي، انا ما كانش عندي فعملت بطاطس بس. طبعا فلفل اخضر عايزاه سبايسي واحمر مع بعض كده ماشي، بس انا عملته بارد عشان ولادي. ماشي، الميكس ده هيبقى رائع، تقدري تاكلي بيه رز، تقدري تاكلي بيه عيش، هو هيبقى احلى من الفراخ نفسها. والبصل كده مقطعاه طرنشات، انا بكتر عشان الحشوه تبقى كتيره كده، الصينيه تبقى كتيره كده، تقدري لو كذا فرد بتحطي قدامه حته الفرخه بتاعته وشويه الخضار اللي هو احلى من الفراخ اصلا، والطماطم زي ما انت شايفه كده بتقطعيهم. طبعا بعد كده احنا ببهرهم بايه، بكمون وفلفل اسود وشويه كزبره. ماشي، وبتقلبيهم كلهم في بعض، مش لازم يبقى الشكل منمق يعني كده، عادي. بتبهريهم كلهم عشان ياخدوا من طعم بعض، هم اصلا هياخدوا من طعم الفراخ، البهاريز بتاعه الفراخ هتنزل فيها فهتطعمها. بتسويها ازاي، بتحط الفراخ فوقيها وبتزود عليها نص كوبايه ميه وبتدخليها الفرن. كل ربع ساعه و10 دقايق بتزودي نص كوبايه الميه. انا ما بزودش طماطم، انا عايزاها تستوي منها فيها. الفراخ هتنزل الميه بتاعتها والخضار هياخدوا من طعم بعض. ممكن بقى طريقه تانية، ممكن ترصيها بتحطي عليها ورق فويل من فوق، ممكن تسويها على البوتاجاز بعد كده تدخليها تاخد وش من فوق. انا ما كانش عندي ورق فويل فاضطريت ادخلها كده ايه، دايرك على الفرن على طول. بصي بالشكل ده بتحطيها نص ساعه وبتطلعيها وبالف هنا وشفا. بصي نص كوبايه الميه اهي اللي بتزوديها كل 5 دقايق عشان الفراخ تستوي، وبالف هنا وشفا.